افرض الآن أن عندك ولد وبنت مثلا، دخلوا إلى غرفة النوم، كلاهما أعمارهم مثلا افرض أنهم توم أعمارهم 4 سنوات. في الغالب الولد أين سيتوجه والبنت أين ستتوجه؟ سلطان كم عمره يا أبو سلطان؟ عمرها 2.5 سنين. 2.5 إذن يمكن المثال ما يصلح عليه، لا يزال صغير. لا أنا أضرب لك يا شيخ. عندي مروان عمره 10 سنوات. ما شاء الله، الله عندي يحفظه. روان عمرها تقريبا الآن 6 سنوات. جميل. دخلوا غرفة النوم، وين تتوجه روان وين تتوجه مروان؟ مروان على طول سيدة للتلفزيون وبلاي ستيشن ولعب وكذا. أحسنت. روان تلقاها معها عرايس ومعها. أحسنت. وأيضا أعطيك مثال آخر عليها، لو دخلوا إلى غرفة النوم مع بعض، غرفة نومك أنت، تلقى روان البنت تذهب مباشرة إلى التسريحة وتلعب بالمكياج أمها. هي كذا أصلا خلقت له. ودائما الأم تهاوش بناتها، ليش تخربون الراج وتخربون الكحل وتخربون مدري إيش، بينما الولد إما يتوجه إلى لعبة معينة ولا يتوجه إلى السرير يقوم يقفز عليه. كأنك جالس عندنا يا شيخ في البيت كده. هذا اللي يحصل دائما، لأن الفتاة أصلا أنشئت على حب التحلي، سبحان الله كذا، أول ما ينشئ فطرتها. لا يا شيخ عفوا بس حتى أني وأنا داخل البيت تلقى داخل وأسلم على المروان، كل لقاه جالس يا ابوك قم سلم على كذا، يعني خليني اكمل اللعب. فروان تلقاه من عند الباب بابا سبحان الله تقبل عليك. اي والله صحيح، طبيعة العاطفة عند البنت أكثر. لكن الذي أؤكد عليه حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ساوى بينهما. اللي يقول لك نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، نقول يا أخي الله ساوى بينكما، إيش بقي إذا كان كلاكما التكاليف الشرعية واحدة؟ بل الله تعالى خفف على المرأة أكثر. يا أخي المرأة رمضان ما تصوم 30 يوم متواصلة، تستريح لها 7 أيام، صح؟ لا تصلي 150 صلاة في الشهر، احنا نصلي كل يوم 5 صلوات، اضربها ب30، هذه 150 صلاة. المرأة لا، أسقط عنها صلاة 7 أيام، 35 صلاة ما تصليها، أو 8 أيام أو ربما أكثر من ذلك، فترة الحيض أنا أقصد. الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد. يعني الآن في شدة البرد يؤذن عليك الفجر، يجب عليك تستيقظ وتبعد هالبطانية عنك وتخرج ويعني وتتلثم بغترتك وتتوضا بهالماء وتطلع للبرد وتدخل للمسجد وتصف الصف، وربما الذي بجانبك كان غير معتني برائحته، ولا المسجد أيضا بارد أو حار. المرأة لا، تقوم في غرفتها وتتوضأ وتصلي ركعتين ونوم مباشرة. وكذلك يا شيخ خصها الله بلبس الحرير والتحلي بالذهب. أحسنت. أنواع من الاستمتاع باللباس. نعم. ممنوع منها الرجل. لو جاء رجل الآن وقال يا أخي أنا أطالب بتحرير الرجل، قلنا كيف؟ قال يا أخي ليش حرام الذهب؟ أنا أريد ألبس خاتم ذهب، أريد ألبس ساعة ذهب، أريد أن أجعل نظارتي مطعمة بالذهب. يا أخي أنا عندي ملايين، دعني أستمتع. ليش تقولون لي اجعل ثوبك فوق الكعبين؟ يا أخي ما هي زوجتي ثوبها يسحب ما حد تكلم عليها. يا أخي أريد أني ألبس أنواع الحرير، أريد أني أستمتع، ما أريد أصلي في المسجد. يا أخي كل مرة قم صل الفجر، قم صل الظهر، قم صل العصر، قم صل. يا أخي تعبتوني. هذا مثل عندي بنت في ثاني ابتدائي نعودها على الصلاة الآن عمرها 7 سنوات، فدخلت مصلي الظهر، دائما أقولها صليتي، فدخلت مصلي الظهر قبل كم يوم، قلت لها جمانة صليتي؟ قالت أوه طيب بصلي. كم ركعة؟ قلت 4 ركعات. راحت وصلت. دخلت بعد صلاة العصر، ضربت الباب هي اللي فتحت لي صدفة كذا، قلت صليتي؟ قالت كم ركعة؟ قلت 4 ركعات العصر. يلا صلي. راحت وصلت. بعد الصلاة جاتني قالت بابا الحين كل يوم كذا صلاة. قلت خلاص يا بنتي كل يوم. دخلت مصلي المغرب، أنا راجع من المسجد، ضربت الباب هي اللي فتحت. سبحان الله. أول ما دخلت قلت السلام عليكم، صليتي؟ قالت يا أخي ذبحتني بالصلاة. ذبحتني بالصلاة. صلاة. ومع ذلك الرجل طبعا يجب عليه يطلع ويصلي في المسجد. لو طالب الرجل بحقوقه وقال أنا أطالب بتحريري من الصلاة في المسجد، أطالب بتحريري من صيام 30 يوم متتابع، أطالب بتحريري من وجوب الحج علي، والمرأة لا يجب عليها إلا مع وجود محرم، أطالب، نقول لا. الله سبحانه وتعالى فضل المرأة عليك بهذه الأشياء. المشكلة هذه الأمور لا يذكرها الذين يدعون إلى ما يسمى بتحرير المرأة. دائما يذكرون الأشياء. الميراث، ليش المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل؟ لماذا المرأة تلبس الحجاب والرجل لا يلبس الحجاب؟ لماذا لا تأذنون المرأة تزوج نفسها أي شاب تريده؟ لماذا لا تأذنون المرأة هي اللي تطلق نفسها؟ يذكرون لك 3 أو 4 أو 7 أمور، ويتركون 1000 شيء كلها قد أباحها الله تعالى لها وخصها. يا شيخ تقييد المرأة والله مو تحرير، يعتبر تقييد والله صدقت بشكل مبطل لا أقل ولا أكثر. صحيح. هو فعلا يعني أنا كنت أقول كثيرا أن الذين يطالبون بتحريرها هم يطالبون بتحرير شهواتهم،
لا بتحريرها هي. هل تحريرها يا أخي أنها تعرف لها 4-5 شباب كل يوم في شقة واحد ترقص له؟ هل بالله هذا هو التحرير؟ هل تحريرها أن كل واحد يلعب بعواطفها ثم يلفظها كما تلفظ نواة التمرة أو كما تلفظ السيجارة تضعها تحت رجلك ويعني وتعبث بغيرها؟ يأخذونها كالوردة يا شيخ، يأخذونها ويأخذون ريحتها وجمالها وبيرقها ثم أحسن ثم ترمى. صدق. طيب دعنا نكمل ما عندك يا عمر بعد الفاصل. هذا فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم قبل قليل أيها الإخوة والأخوات مع الشباب حول مسائل المساواة بين الرجل والمرأة ونحو ذلك، وذكرنا أيضا بعض الأمور التي خص الله تعالى بها المرأة فيما يتعلق باللباس أو في غير ذلك. نعم يا مساعد سم. حبيت دكتور محمد توضح لنا بس وش الحكمة من أنه نصيب الرجل في الميراث أكثر من نصيب المرأة، يعني أو ضعف نصيب المرأة. أحسنت. طبعا في نقطة مهمة بالنسبة للميراث، وهو أيضا زي أنك ذكرتني بها لأن كنت سأعرضها أيضا. أولا الحال ليس دائما في الميراث الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين، ليس دائما. في 7 حالات في المواريث تأخذ المرأة مثل ميراث الرجل، مثل ما قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يتساوون. إذا واحد مات وليس عنده أولاد وورثه إخوته وأخواته ترى يتساوون، يأخذون بمقدار بعض، ما يأخذون الذكر مثل حظ الأنثيين. هي حالات معينة فقط يأخذ فيها الرجل مثل حظ الأنثيين. والسبب في ذلك والله أعلم أن الحقوق الواجبة في مال الرجل أكثر من الحقوق الواجبة في مال المرأة. أنا أعطيكم مثالا. لو جاء إلي 2 من أولادي، واحد يدرس في الجامعة والثاني في الابتدائية، كلهم قالوا لي: يا بابا أعطنا مصروف الأسبوع. طبيعي أن اللي في الجامعة سأعطيه أكثر من اللي في الثانوي في الابتدائي، ولا لا؟ وذلك لو قال لي في ابتدائي: اتق الله اعدلوا بين أولادكم، بقول: صح يا ولدي، هذا هو العدل. الله ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ساووا بين، قال اعدلوا بين أولادكم. لأن الحقوق الواجبة على اللي في الجامعة غير حقوق أنت يعني تشتري عصير وسندويش. هذا عنده سيارة يعبئها وقود ويغير الزيت ويشتري أحيانا أغراض للبيت، فطبيعي، وكتب وغير ذلك. افرض أعطيكم مثال سريع. افرض أن رجلا مات وورث 150,000. طيب كم يأخذ وعنده ولد وبنت فقط الورثة؟ كم يأخذ الولد وكم تأخذ البنت؟ الولد 100,000 والبنت 50,000. أحسنت. الولد 100,000 والبنت 50,000. البنت جاء واحد وخطبها بعد 2-3 وأعطاها 50,000 مهر. كم صار عندها؟ 100,000. جاءها هدايا من عماتها وخالاتها بقيمة 20,000. كم صار عندها؟ 120,000. تزوجت في صباح زواجها، لما دخل بها زوجها أعطاها طقم الماس ب10,000. كم صار عندها؟ 130,000. هي لم تصرف شيئا، لأن زوجها يدفع أجرة السكن، وإن سافروا هو اللي يحاسب على كل شيء ويتكفل بمصروفها كاملا ويسدد هاتفها في الغالب يعني. لكن المسكين أخوها هذا 100,000 بعد 2-3 تزوجت أخته فاحتاج يتزوج، فذهب وخطب فتاة وأعطاها مهر 50,000. كم بقي معه؟ 50. ذهب يجهز الشقة، اشترى غرفة نوم واشترى فرن وثلاجة ومجالس وصلح اللمبات ودفع الأجار، هذا ب40,000. خلص. كم بقى معه؟ بقى عنده 10,000. سلف من أخته. بيتسلف من أخته. بيدفع الآن قيمة حفل العرس وبيدفع تكاليف بعد الزواج، يعني يمكن يطلع بالسالب بالناقص. صحيح. يطلع الرجل بعد زواجه مديون. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل الإنفاق على المرأة ولم يوجب على المرأة الإنفاق على الرجل. يعني لو كان عندك زوجة تملك 1,000,000 ريال وأنت ما تملك إلا